السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نبداو نحضروا في حلويات العيد، واليوم خيرت لكم أول وصفة اللي كنتوا طلبتوها مني بزاف، اللي هي البقلاوة بعجينة الفيلو في صينية يكون الطول تاعها 40 سنتيمتر على 30 سنتيمتر. والطريقة الصحيحة بها نحضروها في البيت ونتحصلوا على نفس النتيجة اللي نلقاوها في المحلات. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. اما فيما يخص المقادير راح نحتاج 600 غرام من الفرينه او الدقيق الابيض اللي هي 5 اكواب يكونوا معمرين بهذا الشكل. عندنا ايضا 60 غرام من الزيت، 60 غرام من العسيله او القطر، تقدروا تستبدلوا هذه الكميه بالسكر. عندنا ايضا 10 غرامات من الملح. اما فيما يخص الماء راح نحتاج ما بين 300 الى 350 غرام من الماء. نجوز الان نشوفوا طريقه التحضير. راح نبدا على بركه الله في طريقه التحضير، وفي الاول دائما كما تعودنا راح نغربل الكميه تاع الفرينه تاعنا. يعني الكميه تاع الفرينه عندنا 5 اكواب. راح نضيف عليه الكميه تاع الملح، يعني لاحظوا الكميه تاع الملح شحال عندنا في الملعقه. ونضيفوا ايضا الزيت، 1 2 3، وهذه الملعقه الخمسه، يعني عندنا 5 ملاعق تاع الزيت مع حوالي 2 ملاعق ونصف من الحسيله. وراح نبدا نضيف الماء تدريجيا، يعني راح نستعمل الكوب الاول. لازم نذوب مليح الملح مع الزيت والعسيله والماء، ونبدا نطم في العجينه تاعنا. بالنسبه للعجين اللي لازم تحصلوا عليه، لازم العجين تاعنا يكون متماسك، ما يكونش طري بزاف. لاحظوا معنا القوام تاع العجين اللي لازم تحصلوا عليه، يعني العجين تاعنا يكون متماسك، ما يكونش طري بزاف. لاحظوا فيما يخص الكميه تاع الماء اللي بقات لي، كما راكم تلاحظوا راهي بقات كميه شويه كبيره، لانه كنت غلطت في الاول. يعني الكميه تاع السوائل تكون ما بين 300 و 350 غرام، وحنا في السوائل عندنا العسيله وعندنا ايضا الزيت، لذلك ما استعملتش كامل الكميه تاع الماء. يعني هذه نقطه جد مهمه كي تكونوا تخدموا، دائما ديروا الحساب تاع الزيت والعسيله اللي كنا خدمنا بها ايضا. الان راح نبدا نعجن في العجينه تاعنا مده 10 دقائق، لازم نعجنوها مليح، حوالي 10 دقائق ان شاء الله راح تكون كافيه. يعني نعجنوها فقط بهذه الطريقه هكذا. اذا ما قدرتوش تعجنوها 10 دقائق، عجنوها 5 دقائق وخلوها ترتاح حوالي 5 دقائق. من بعد عاودوا زيدوا عجنوها 5 دقائق اخرى. نعاود فقط في الاخير نطموا العجين تاعنا، وراح نغطيه وراح نخلوه جانبا يرتاح حوالي 10 دقائق. هنا العجين تاعنا ارتاحت، وراح نقسمها مباشره الى 12 قطعه، يعني تقدروا ديروا 12 قطعه او 10 قطع. يعني هنا العجين تاعنا رانا وزناه، وزن الواحده 80 غرام. في الاخير فقط نعاودوا نكوروا العجين تاعنا مليح، ونتاكد اني راني لصقت هنا في الاسفل. لاحظوا هذه المنطقه لازم تلصقوها مليح هكذا. نعاود هكذا، هذه المنطقه في الاخير، يعني ما تخلوهاش مفتوحه، وغلقوها مليح هكذا. نعاود نرجع لاول وحده اللي كنا حضرناها، نعاود نضغط عليها فقط في الاعلى هكذا، وراح نحطها مباشره في المايزينا. لازم تغلفوها مليح بالمايزينا، وراح نحطها مباشره في كيس بلاستيكي، وراح نكمل كامل الكميه بنفس الطريقه. ونغلقوا الكيس بلاستيكي، وراح نخلوا العجين تاعنا جانبا يرتاح حوالي نصف ساعه. لازم تحافظوا على هذو المراحل، بين كل مرحله ومرحله لازم نخلي العجين تاعنا يرتاح. هنا بعد مرور حوالي نصف ساعه راح ناخذ اول وحده وراح نبدا نفتح فيها. يعني تعودتوا على الطريقه اللي نفتحوا بها العجين، دائما نبدا على الاطراف، يعني لازم نرقق الحواف هكذا. من بعد نزيد نفتحها شويه في الوسط. هذا القدر هكذا راهو كافي. نزيد ايضا وحده ثانيه بنفس الطريقه. دائما هذه اليد ندور بها الحلال، وهذه ندوروا بها العجين هكذا. ونعاود نفتحها شويه فقط في الوسط، لكن حاولوا فقط انه الاوراق تاعكم يكون كامل عندهم نفس الحجم. نعاود نمسحها بالقليل من المايزينا ونحطوها فوق الورقه اللي قبلها.
هنا بعد ما كملنا فتحنا كامل الاوراق تاعنا، يعني لاحظوا عملت لهم فقط مسحه خفيفه تاع المايزينا باش ما يسقوش الاوراق مع بعضهم، لانه هذه اهم مرحله. لازم نعاود نخلي العجين تاعنا يرتاح على الاقل ساعه، واللي عنده الوقت يخليه يرتاح ساعتين راح يكون احسن، لانه قد مرتاح العجين راح يساعدكم وما يخليكمش تتعبوا كي تكونوا تفتحوا في البقلاوه، وراح تفتحوها في وقت جد قصير. لذلك راح نعاود نغطي العجين تاعنا بكيس بلاستيكي هكذا، ونغلقوا على العجين تاعنا باحكام باه ما يدخلوش الهواء وما ينشفش العجين، وراح نخلوه جانبا يرتاح ما بين ساعه الى ساعتين. قلت لكم اذا كان عندكم الوقت من المستحسن تخلوه يرتاح ساعتين باه يساعدكم في العمل. فيما يخص الحشو راح نحتاج 800 غرام من اللوز او الكاوكاو. هنا راني اخترت الكاوكاو اللي هو الفول السوداني، وراني حضرته بنفس الطريقه اللي كنا حضرناها في فيديو سابق. راح نخليكم ان شاء الله الرابط تاعو في صندوق الوصف. بعد ما ينشف الكاوكاو ندخلوه للفرن ونخلوه حوالي 5 دقائق فقط، ياخذ لون اصفر خفيف فقط، يعني ما تخلوش يتغير اللون تاعو. وراح نضيف عليه 100 غرام من السكر اللي هي 4 ملاعق ونصف. نضيف عليه ايضا قليل من القرفه. وهنا اللي عنده عطر اللوز المر يضيف له ايضا قطرات من عطر اللوز المر. ونعاود نخلط كل هذه المكونات مع بعض. وراح نبدا نرش فيه مباشره بالمزار، لكن ما تكثرش المزار، كميات خفيفه فقط. هذا القدر راح يكون كافي. هكذا لازم نخلطوا مليح المزهر مع الكاوكاو. يعني لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه. الحشو تاعكم ما لازمش يكون معجن. الان راح نعاود نغطيه ونخلوه جانبا. هنا العجين تاعنا راه ارتاح، وراح نحتاج ايضا كميه من المايزينا. بالنسبه للكميه تاع المايزينا اللي راح نستعملها هي 400 غرام. راح ندي اول ورقه في الاول، ودائما نرش القليل من المايزينا في الاسفل. وراح نستعمل حوالي 2 ملاعق من المايزينا. لازم الكميه تاع المايزينا تكون مليحه باه نغطي كامل العجين تاعنا. هكذا. نزيد ورقه ثانيه ايضا. يعني لاحظوا الكميه تاع المايزينا لازم تغطي العجين باه نضمن انه العجين ما يلصقش مع بعضه. وهذه اخر ورقه. نعاود فقط نطمو المايزينا تاعنا، نعاود نعملها رشه خفيفه فقط في الاعلى، وراح نبدا بسم الله نفتح فيها. وكما تعودنا دائما نبدا في العجين من الوسط ونرمي العجين على برا هكذا. هكذا هذا القدر هكذا راهو كافي. الان راح نعاود نقلبها، لانه الاوراق اللي راهم في الاسفل يكونوا صغار، نعاودوا نكبروهم هكذا. يعني لاحظوا كي نقلبوها الاوراق اللي يكونوا في الاسفل يكونوا صغار، نعاودوا بنفس الطريقه دائما نضغط في الوسط ونعاود نكبر فقط الاوراق. الان واش راح نعمل؟ راح نعاود نحكم 3 أو 4 اوراق هكذا ولا 5 اوراق، وراح نقلب العجين. يعني العجينه اللي تكون صغيره نعملوها في الوسط باه تعاود تاخذ نفس القياس تاع الاوراق الباقيه، ونعاودوا نفتحوها هكذا. الان راح نحكم الحلال تاعنا وراح نبدا نفتح في العجين. وكما تعودنا دائما يعني نستعمل فقط طريقتين. الطريقه الاولى هي عمليه الجمع، والطريقه الثانيه هي عمليه الضرب. نحط الحله تاعنا في الوسط، نطلع العجين للاعلى، نعاود نحطه في الوسط ونهبط للاسفل. يعني نحطه بهذا الشكل ايضا، ونفتح العجين على اليمين وعلى اليسار. هنا راني استعملت عمليه زائد، نعاود الان نستعمل عمليه في هكذا. ودائما نرفع الحله نحطه في الوسط ونمشي العجين هكذا. نزيد نفتحها شويه في الاطراف هكذا، بهذه الطريقه هكذا باه نرقق الاطراف. الان لاحظوا معنا نعاود نرفع العجين تاعنا هكذا.
نحطوه بهذا الشكل، نرفع زوج اوراق ولا ثلاثه هكذا، نرفع زوج اوراق نحطوهم بهذا الشكل، نعاود فقط ندور الحلال تاعنا هكذا ونبدا نفتح في العجين. لاحظوا يعني بهذه الطريقه رانا نقلبوا في الاوراق، نعاود فقط نرفع هذو الاوراق ونحطوهم بهذا الشكل هكذا. يعني كما راكم تلاحظوا الحلال تاعي راه شويه صغير، يعني في حوالي 80 سنتيمتر، هو من المستحسن يكون حوالي متر او متر و20 سنتيمتر، يعني باه يساعدكم في العمل. نعاود بنفس الطريقه نرفع العجين تاعنا هكذا، ونعاود نرفع الاوراق تاعنا، يعني احنا نرفع زوج اوراق ولا ثلاثه نرموهم بهذا الشكل هكذا. من بعد فقط ندور الحلال هكذا ونعاود نفتح العجين. يعني بهذا الشكل الاوراق اللي يكونوا شويه قصار يكونوا في الوسط، ونزيدوا ايضا بنفس الطريقه نزيدوا نفتحوا العجين تاعنا، لكن دائما نخرج العجين للبرا. لاحظوا يعني مانيش نخدم للداخل، ما نفتحش العجين هكذا، لانه لو كان نرد الحلال للداخل العجين تاعنا اللي راه في الوسط راح يعاود كامل يتكمش وراح يدير لكم مشكل. لذلك نبدا نفتح في العجين دائما للبرا. هذا القدر هكذا راه كافي، يعني راني فتحتها حوالي 80 سنتيمتر. لاحظوا معنا الورقه تاعنا كيفاش تكون، يعني شوفوا ما شاء الله الورقه تاعكم كيفاه تكون. راح نحكم الان الصينيه تاعنا اللي فيها 40 سنتيمتر على 30 ونحطوها بهذا الشكل، يعني نخلو حوالي 1 سنتيمتر او 1.5 ونقسم العجين. نعاود فقط ننزع هذا الزائد منه، يعني هذه الطريقه اللي راح نوريها لكم الان حتساعدكم بزاف كي تكونوا تستفوا في الاوراق الداخل في الصينيه. ونعاود نحكم هذه القطعه فقط ونديروها في هذه الناحيه هكذا، ونزيد نقسم العجينه الثانيه. يعني بهذه الطريقه رانا تحصلنا على زوج طبقات من العجين. الان واش راح نعمل؟ راح نحكم حوالي زوج اوراق فقط وراح نحطهم في الاسفل، وراح نحطهم مباشره في الاسفل. من بعد راح نرفع حوالي 6 اوراق يعني بشكل تقريبي فقط هكذا، وراح نحطهم مباشره في الاسفل هكذا. ونزيد ايضا من هذا الجزء نرفد حوالي 6 اوراق وراح نحطهم مباشره في هذا الجزء اللي راه فارغ. الان نعاود نرفع هذا الجزء وراح نعاود نحطه ايضا في هذه المنطقه، يعني ما يهمكمش هذو الاوراق يهبطوا هكذا، لانه راح نعاودوا نوقفوه كي نستعملوا الحشو. ونزيد ايضا نرفع هذا الجزء اللي بقى ونحطوه في المنطقه المقابله هكذا. نعاود نحكم الان الحشو نتاعنا ونعاود نفرغه في الوسط. نعاود فقط نوقف الاوراق تاعنا بهذا الشكل. يعني ننزعوا الزائد تاع العجين. نعاود نرفع الان حوالي 3 أو 4 اوراق يعني بشكل تقريبي فقط هكذا. نعاود نحكم الاجزاء تاع العجين، يعني فقط نعاودوا نستفوهم بهذه الطريقه. يعني بهذه الطريقه ما نرموش كامل العجين نتاعنا. هكذا هذا القدر هكذا راهو كافي. نعاودوا الان نحكموا الاوراق اللي كنا نزعناهم ونعاودوا نحطوهم في الاعلى. نعاود دائما بنفس الطريقه ننزعوا الزائد تاع العجين. راح نعاود نغطي البقلاوه بكيس بلاستيكي وراح نحكم الصينيه نفس القياس وراح نضغط عليها شويه فقط هكذا، يعني ما تضغطوش بزاف، شويه فقط. والان فقط بالظهر تاع السكين نعاود نرد العجين للاسفل هكذا. الان راح نبدا نقسم في البقلاوه تاعنا، راح نعملها مربعات، راح يكونوا صغار شويه، يعني البقلاوه تاعنا ما راحش نديرها كبيره،
وانتم كيما حبيتوا ديروها صغيره بزاف او تستعملوا الحبه كبيره. انا العرض اللي راني نستعمل فيه حوالي 3 سنتيمتر ونصف. يعني في الاخير حبيتوا تطيبوها هكذا مباشره او تقوموا بهذه الحركه يعني كتزيين خفيف بان نغيروا شويه في الشكل تاع البقلاوه هكذا. يعني نحكب الاطراف هذو الاربعه ونطمهم شويه فقط للوسط هكا. يعني شويه فقط ماشي بزاف. الان حنضيف كميه من السمن للبقلاوه تاعنا. يعني كما لاحظتوا العجينه لما حضرناها ما استعملناش كميه كبيره من الدهون، استعملنا فقط كميه خفيفه من الزيت. لذلك حنضيف لها الان كميه من السمن اللي هي 500 غرام، والسمن تاعنا يكون دافي يعني ما يكونش بارد. بسم الله. يعني البقلاوه تاعنا لازم نعوموها مليح بالسمن. الان حندخلوا الصينيه تاعنا مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على الاقل 20 دقيقه في درجه حراره 200 درجه. نخلوها في الاول تطيب في 200 درجه حوالي 15 او 20 دقيقه. بعد مرور 20 دقيقه نعاود ننزل في درجه حراره الفرن الى 170 او 180 درجه ونخلوها تكمل طيابها حتى تاخذ اللون الذهبي. راح تديكم الوقت ما بين ساعه الى 10 دقائق الى ساعه و10 دقائق، يعني كل واحد والفرن تاعو. هنا بعد ما نخرجوها من الفرن وهي سخونه راح نبدا نعسل فيها مباشره بالعسيله اللي تكون بارده. بسم الله. هنا راني استعملت 1 كيلوغرام من العسيله. هكذا نستعمل كامل 1 كيلوغرام من العسيله، وراح نخلو البقلاوه جانبا حتى تتشرب وتبرد. هنا البقلاوه تاعنا راهي بردت ورانا قسمناها، وكما راكم تلاحظوا يعني راهي تشربت كامل الكميه تاع العسيله اللي كنا استعملناها. يعني 1 كيلوغرام راح يكون كافي. وكما راكم تلاحظوا يعني بقلاوه بشكل مختلف على اللي متعودين نحضروه. شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاش يكون. يعني راح تكون كامل مرقه، والكاوكاو تاعكم يعني يبقى متماسك ما يفتحش. بسم الله ما شاء الله. لاحظوا الطراوه تاعها كيفاش تكون. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.